ناس كتير بتسأل يعني ايه تنمية بشرية؟ يعني ايه اخد كورس في تنمية بشرية؟ هو الكلام ده حقيقي ولا ناس بتبيع كلام ولا نصب؟ عايز اقول لك ان اول حاجة ان هي ما اسمهاش تنمية بشرية، هو ده الاسم اللي اشتهرت بيه. هو الاسم الادق والعلمي هو تنمية ذاتية. التنمية الذاتية هي عبارة عن مجموعة من المهارات اللي انت لو اكتسبتها هتقدر تحدث تغيير في حياتك على المستوى الاخلاقي وعلى المستوى التخصصي. فانت لو كنت دكتور، من خلال دراستك للتنمية الذاتية هتعرف ازاي تستمر في ان انت تطور نفسك في الكارير بتاعك. لو انت مهندس، لو انت محاسب، مش كلنا هنبقى مدربين تنمية ذاتية، ولا كلنا هنبقى كوتشز، ولا كلنا هنبقى ريليشن شيب كوتش، لكن احنا ممكن نستخدم ده للاستفادة على المستوى الشخصي، وبعدين نستخدمه على المستوى العملي في حياتنا، في الكارير اللي احنا ماشيين فيه والتخصص اللي احنا ماشيين فيه. عشان كده انصحك دايما ان انت لما تدرس مع حد مجال التنمية الذاتية تدقق قوي في السيرة الذاتية بتاعته، تشوفه درس مع مين، مين اللي اشرف على تكوينه العلمي، ايه التجارب اللي هو مر بيها، عدد الساعات اللي هو دربها، ايه الاماكن اللي هو فعلا درب فيها، ايه رأي الناس في الريفيو بتاعهم. بعد كل ده تقدر تختار فعلا الشخص الصح المناسب اللي تقدر فعلا ينقلك من حال لحال افضل. وخليك دايما عارف ان تقدر من النهاردة تعتبر ان اول يوم في حياتك الجديدة، وابدا لم يمضي الوقت لتصبح ما وددت ان تكون.